حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. زي ما شفتوا في الفيديو كده في هديه من سما، شحاته انا كسبتها من عندها من على الانستجرام، وكمان هنعمل ميك اب لوك يليق على فستان بيبي بلو. ده طلب بنوته هتعمله في خطوبتها. بالنسبه بقى للهديه بتاعت سما شحاته، هي ادتهاني في الشنطه القمر دي. انا هفضل حاطه الشنطه دي جوه قلبي، اوكي. هي كانت عامله ريل على الانستجرام، وبالمناسبه بقى سما شحاته دي انا متابعاها من سنين جدا، يمكن من اكتر من 5 سنين. لما كانت على اليوتيوب، وكمان تابعتها لما كانت على الانستجرام. بس اكيد كلكم عارفين ان قناتها اول ما بدات على اليوتيوب قناتها كانت مشهوره جدا. المهم هي كانت منزله ريل، وهي الحقيقه دايما بتعمل كده، يعني مش انا بس حظي كده، لا هي فعلا دايما بتطلع هدايا للبنات بتاع المتابعين عندها ومن غير اي شروط. هي كانت منزله ريل على الروج الجديد بتاع شي جلام، بس وكتبت اكتبوا لي رايكم او اكتر لون انتوا حبيتوه تقريبا او حاجه كده. فانا طبعا كالعاده عجبني اللون الاحمر. بس لقيتها تاني يوم عامله لي منشن انا وبنوته تانية ان احنا كسبنا 5 درجات من شي جلام اهو. هي جابتهم لي وشفتها. المهم يعني فانا فرحانه قوي، والله فرحانه ان انا شفتها اكتر من فرحانه من الهديه، والله العظيم. والهديه كمان جميله جدا. المهم فهي دايما بتعمل كده، فانتوا فايتكم كتير قوي لو مش متابعين سما شحاته. هي عايشه في الكويت، وانا بس انا متابعاها من قبل اصلا ما اعرف في يوم من الايام ان انا ممكن اجي اعيش في الكويت. بس ده من حظي طبعا ان انا عشان اشوفها. المهم يعني انتوا لو مش متابعينها فحقيقي فايتكم كتير، لان هي دايما بتطلع هدايا بالشكل ده. يعني هي ما بتعملش مثلا مسابقات اللي هو اعملي منشن لمش عارف 10 من صحابك ولا 5 من صحابك ولا حتى 3، لا هي بتختار من الكومنتات عشوائي و بتكسبهم كده الهدايا. فهي جميله جدا جدا. ولما شفتها يعني انا كنت بحبها قد كده، لما شفتها بقيت احبها قد كده كده كده. جميله جدا ولذيذه جدا. عارفين الناس اللي هي كده تشوفهم كده تقولوا ده اولاد ناس بجد، هي كده بنت ناس. فربنا يحفظها يا رب ويبارك لها، وكمان من نجاح للنجاح يا رب دايما يا سما. اتمنى تشوف الفيديو ده. المهم يعني هوريكم الهدايا اللي هي جابتها لي. انا قلت لكم الشنطه هي اللي جابتها لي، وجواها اللي هي الحاجات بتاعت شي جلام اللي هي بتيجي الاسفنجات دي. بصوا هو هي كانت يعني اللي انا كسبته المفروض 5 درجات من شي جلام اهم. انا عملت لكم سواتش عليهم في الفيديو وفتحناهم مع بعض، كلهم جايين بالعلب والحاجات مقفوله زي ما جت من شي جلام، والاروج نفسها كانت متبرشمه وكل حاجه تمام. فلما دخلت صفحه الانستجرام عندي لقيت ان انا مهتمه بالميك اب وكده، فزودت لي كمان حاجات على الهديه. وده انا بحبك والله بحبك. بعتت لي البلاشر ده بتاع شي جلام، انا عندي منه بس بعتت لي درجه تانية كده جميله قوي. وبعتت لي كل الحاجات دي كانت جايه بالعلب بتاعها اهي، احنا فتحناها جوه الفيديو مع بعض. والهايلايتر ده برضو جديد بتاع شي جلام. وبعتت لي باليت اي شادو الارتستري باليت بتاعت شي جلام. فبجد شكرا 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 يا سما. وانا بقول لكم روحوا تابعوها، لان هي دايما بتعمل موضوع الهدايا ده. هي بتطلع دايما هدايا بس كده. فيلا بينا بقى، رغيت كتير قوي، يلا بينا نبدا الفيديو. خلاص حواجبي، واستخدمت الحواجب بودر الحواجب دي من شي جلام. دي درجتها دارك براون، اللي هي دي الدرجات بتاعتها، لان في واحده زيها بالظبط على درجات رمادي، اوكي. والباليت بتاعت الحواجب دي تحفه وحلوه جدا. هنيجي دلوقتي للفاونديشن، وده اول مره هستخدمه معاكم. كنت جايباه تقريبا من شهر 11 ولسه ما استخدمتوش. اللي هو الفاونديشن ده بتاع NYX اللي هو توتال كنترول برو، درجتي فيه رقم كراميل. بصوا هو الفاونديشن ده انا معرفش بقى هو ده اصلا حجمه الحقيقي ولا لا، بس انا جايباه من الستور نفسه بتاع نيكس. هو 13 ملي، يعني اقل بالنص، اكتر من نص كمان. الفاونديشن عادي، الفاونديشن عادي بيكون 30 ملي، ده 13 ملي وصغنون جدا. كيف انا معرفش هو ده بقى حجمه الطبيعي ولا ده كان ترافل سايز، لان اصلا المفروض كنت جايباه تقريبا ب3 دينار ب4 دينار حاجه كده. كان NYX عامل على شويه حاجات كده تخفيضات، فمعرفش بقى هو ده ترافل سايز ولا ايه الكلام. بس اوكي هرجه بس كده الاول. هو انا عندي من الفاونديشن بتاع نيكس اللي هو كانت ستوب ده بتاع بشره دهنيه، فغالبا ده هيكون لبشره جافه، لان هو سايل قوي وانا برجه عمال سايل خالص جدا. بصوا يا رب ما اوقع، بس شايفينه عامل ازاي؟ بس برضه حجمه قليل قوي، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني درجته حلوه. هي كراميل دي اغمق مني شويه بس مفيش مشكله، تمام.
نحط هنا حبة كمان وربنا يستر. بصوا انا جبت فرشة فلات عشان اوزعه بيها بما انه كده خفيف، عشان ما اخدش من التغطية بتاعته. تمام. بصوا الفرشة الفلات بتفرده حلو قوي. الفرشة الفلات دي من محلات الرسم على فكرة، موجود منها على شي ان. فاونديشن ناعم على البشرة وبيجري كده. بس هو من الواضح ان هو تغطيته مش خفيفة، يعني انا كنت فاكراه يبقى حاجة كده زي البي بي، بس خلينا نخلص دمج ونشوف. بصوا الفاونديشن شكله حلو جدا على البشرة. انا كنت متوقعه ان هو هيبقى جلو قوي، بس هو قلب مط معايا خالص زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي لمعه نهائي. حتى الكميه اللي انا اخدتها كانت كبيره جدا يعني هو الشويه منه القليلين فعلا هتكفي الوش كله، لكن انا حطيت كتير. كنت متخيله ان هو يبقى خفيف، تغطيته خفيفه، لا تغطيته اعلى شويه من متوسطه، لان بصوا لسه الحسنه باينه، بس الغمقان اللي كان موجود عندي واثار الحبوب كلها دراها. بس بصراحه شكله حلو، ناعم جدا على البشره، بيتفرد بسهوله جدا جدا جدا، وبياخد وقت يعني ما نشفش مني، رغم ان هو قلب مط شويه بس ما نشفش مني وانا بدمجه. بصراحه شكله حلو قوي. بس ما عملش اي حاجه للمسام، ولا دخل جوه المسام بينها، ولا درى المسام. هو خفيف جدا على البشره. انا مش حاسه ان انا حاطه حاجه. لو قللت منه الكميه اعتقد ان هو التغطيه بتاعته هتخف، يمكن عشان انا تقلت حطيت منه كتير، وكمان استخدمت فرشه فلات، فهو ده اللي على التغطيه بتاعته. بس برضو هرجع اقول لكم حجمه صغنون قوي قوي. اوكي طيب، هنيجي بعد كده بقى للكونسيلر. هستخدم الكونسيلر ده من بريتي وومن. درجه كونسيلر بريتي وومن رقم 3. الكونسيلر بتاع بريتي وومن ده خفيف قوي، بس هو كده كده الفاونديشن انا حطيته تحت العين، فما كانش فيه عندي هالات او حاجه ان انا عايزه فاونديشن او كونسيلر يكون اتقل شويه. بعد كده هستخدم الكونتور الكريمي ده من فلورمار. هو ده اصلا كونسيلر بس درجته غامقه، درجته رقم 70، فبستخدمها ككونتور. وبعد كده هدمجه بقى بالسبونج. هستخدم بعد كده البلاشر ده من شي جلام، اللي هو جالي هديه من سما شحاته. هي حطتهولي فوق الجفت زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. درجه البلاشر ده اسمها 102 فلاوت اون. ده كده شكلها اعتقد هتبقى فاتحه سيكه. الدرجه دي عايزه بنات تكون بيضه شويه، بس هحطها. هدمجها بايدي بقى عشان تفضل باينه. والهايلايتر برضو من شي جلام، اسمها بليني برانش تقريبا يعني، بس هي على روز شويه، بس عادي احطها كده فوق الهايلايتر. انا عندي من نفس الهايلايتر ده، بصوا درجتها على روز حلوه قوي. الدرجه اللي هي على جولد اسمها تقريبا حاجه تي كده. برضو هدمج الهايلايتر كده بايدي. هثبت بقى الوش كله. هستخدم اللوس باودر دي من ايريسبون. الكونتور بتاع فلورمار او الكونسيلر ده ما حبيتوش ابدا ابدا. اولا خفيف جدا، ولما بتحطوه البشره بتشربه، يعني لما بتحطوه حتى قبل ما تدمجوه بتلاقوه خف معاكم كده، فانا ما حبيتوش ككونتور بصراحه. مش عارفه بقى هو ككونسيلر هيعمل ايه. او في حاجه كمان، الفيديو اللي فات استخدمت معاكم اللي هو طقم الفرش ده اللي انا كنت جايباه
من شي ان، وقلت لكم ان انا اول مره استخدمه. الطقم ده انا ما حبيتهوش بصراحه، يعني ما حبيتهوش ابدا. هو كان نفس سعر الطقم بتاع مانج، ومانج احسن منه بكتير قوي. ده انا ما حبيتهوش. استنوا اوريكم شكله كده من قريب واسمه. الشعر نفسه بتاع الفرش خشن شويه، مش ناعم زي بتاع مانج. الفرش الدمج بتاعت العيون اللي موجوده فيه عشان شعرها خشن شويه فما بتدمجش قوي، ما اعرفش، ما حبيتوش. حتى فرش الوش كان فيه فرشتين كده للوش برضو ما كانوش حلوين خالص فيه. فانا حبيت اكتر الطقم بتاع مانج بصراحه. كل طقمة مانج حلوه. تمام. وهاخد بقى فرشه البودر ونشيل اي زياده من اللوز باودر. هاخد بعد كده باليت الكونتور دي من شي جلام، وهاخد الدرجتين دول استخدمهم للوش كله، والدرجه اللي في النص دي للكونتور بتاع المناخير بس. والبلاشر هستخدم معاكم البلاشر من كاتريس، ده اول مره برضو هجربه معاكم. دي الدرجه اسمها 10 دولسي فيتا اهي. هي كذا درجه كده، 3 درجات جوا بعض او درجتين جوا بعض، بس هو فيه لمعه كده خفيفه. بصوا الدرجه دي خفيفه جدا جدا، يعني انا حطيت منها كتير قوي عشان يبان لكم حاجه بسيطه قوي منها. اوكي، عشان انتي لو في لوني هتبقى محتاجه درجه اغمق من دي شويه. هنخش بقى في العيون. هستخدم الباليت دي من شي جلام اللي هي ارتستري باليت. انا عندي نفس الباليت دي بس الدرجات التانية بتاعتها، وهي اصلا اول ما فتحتها بقيت اقول يا رب يا رب تبقى الدرجه التانية مش نفس الدرجه اللي عندي يعني. الحمد لله طلعت الدرجه التانية. استنوا اشيل لكم دي. اوكي اهي، دي كده الدرجات بتاعتها حلوه جدا. انا اللي عندي بقى الالوان اللي فيها الالوان المترقعه اخضر وليموني وكده، لكن دي الوانها تنفع جدا للاستخدام الشخصي عادي جدا، يعني ما فيهاش حاجه مترقعه. اول حاجه هاخد فرشه دمج كده تكون واسعه، وهستخدم اللون ده كلون انتقالي. بصوا انا بدخل باللون كده في الجزء ده، ومن نفس اللون هحطه تحت العين. هصغر فرشة الدمج شوية وهاخد الدرجة دي البني دي وهبتدي اطبطبها كده في اخر العين. هي البنوتة عايزة حاجة خفيفة لان هي اللي هتعمل لنفسها الميك اب، فاحنا هنعملها اخف حاجة على الكوكب. برضو من نفس اللون البني الغامق، بس هاخده بس في نص العين كده، مش هدخل بيه الاول العين. بنفس الفرشة الصغيرة وهاخد اللون الانتقالي وهبتدي ادمج الطرف بتاع اللونين كده مع بعضه. اوكي بصوا، هو انا جربت اللون ده كده وحطيته على جفن العين عندي فلقيت اللون اوكي شغال، فهاخد الدرجة الشمر دي كده وهحطها في نص العين من قدام. هرجع لفرشة الدمج الصغيرة ونقطة بسيطة قوي من اللون البني الغامق بس عشان ادمج بيه الاطراف. بصوا انا ايدي كلتني على اللون الجليتر الموجود، هو جولد بس انا حطيته بشكل خفيف قوي. هاخد الدرجة الجليتر دي كده وبس هطبطبها على خفيف عشان تديني اللمعة متنطورة على الجفن كله. بفرشة صغيرة هاخد الدرجة الشمر دي، الدرجة البيضة دي، وهحطها في مدمع العين. بعد كده هرجع تاني للباليت دي بتاعت شي جلام وبالباف، وهبتدي بقى انضف الوش كله بالدرجة البنانة اللي موجودة دي.
ونشيل الزيادة بالفرشة. وهستخدم السيتنج سبراي ده من شي جلام. بالنسبة للأرواج، ودي ال5 درجات اللي سما بعتتهم لي، خليني افتحهم لكم كده بسرعة. اول واحدة بلاد تايب. اوكي، طبعا انتوا اكيد شفتوا الريفيو بتاعها عند بلوجر كتير. ودي الدرجة بتاعتها اهي. ودي درجة جوتشا. الدرجة دي شوية فاتحة عليا، بس ممكن مع لبلاينر غامق وكده تظبط دي. ودي الدرجة بتاعت تيك اكشن اهي. دي ممكن احطها النهاردة. ودي درجة دونت هيستيت تقريبا يعني اهي. دي واخر درجة اسمها سترونج ذان ايفر. دي على نبيتي شوية خطيرة اهي. بصوا دي نار. اوكي، غالبا هستخدم معاكم اللي هي الدرجة اللي قلتلكوا عليها، مش فاكرة اسمها ايه، اسمها تيك اكشن. اوكي، هي الدرجة هتغمقي سيكا لما يقلب كله مات. الروج ده بقى حلو في ايه، ان انت اول ما بتحطيه بيبقى ملمسه كريمي جدا على البشرة، بعد شوية بتلاقيه نشف بس ما بينشفش البشرة، يعني ما بيكلبش كده على البشرة، لا بتبقي حاسة انك مش حاطة حاجة اصلا، وثباته معقول جدا يعني. ممكن احط بقى عليها شوية جلوس كده، عشان الفترة الاخيرة بقيت احب الروج اللي بيلمع قوي. نكمل بقى الميك اب بتاعنا. هاخد بعد كده الهايلايتر ده من ماري لو، بس الهايلايتر ده كوبي بس تحفة. انا كنت جايباه من سنتين ويمكن اكتر كمان، معرفش هو بقى نفس الكواليتي بتاعته موجودة دلوقتي ولا لأ، بس خطير مفهوش ذرة جليتر. بصوا ده كده شكل اللوك النهائي. اتمنى يكون عجب البنت اللي طلبته. الف مبروك للخطوبه. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد. باي.